دماغي مكركبة جدًا، جدًا، جدًا ومشتتة جدًا، لدرجة إني ولا قادرة أركّز في المذاكرة ولا حتى في الشغل. دايمًا بنحس بالإحساس دوّة ودماغنا بتبقى غير إن هي مشتتة جدًا، كمان بتبقى وجعانة جدًا، وبنفضل قاعدين قدام الكتاب أو اللابتوب مش عارفين نبدأ منين وباصين ساكتين بس. أفكار كتير، خوف، قلق، حاجات مؤجلة. مهام عليَّ، طب إزاي بقى أقدر أهدّي دماغي من كل الحاجات اللي فيها دي؟ هتجيبي النوت بوك بتاعتِك أو أي ورقة عندِك وقلم وتبدئي تنزّلي كل حاجة في دماغِك على من غير تنظيم، من غير ترتيب، من غير أي حاجة، أي حاجة تيجي في دماغي أبدأ إن أنا أكتبها في الورقة على طول، وبعد ما باخلّص كتابة بابدأ أحس إن أنا دماغي فعلًا هدِت شوية، أبدأ بقى أفرّق لو دي حاجة شغل، حاجة مذاكرة، قلق، خوف، أبدأ أبُص على كل الحاجات اللي أنا كتبتها وأبدأ أدّي لكل حاجة الأولوية، وأشوف فعلًا هي تستاهل كل التفكير اللي أنا مدياه لها ده والّا لأ. باحاول أحل كل حاجة بطرق منظمة، ومش شرط إن أنا ألاقي حل لكل حاجة، ومش شرط كمان إن أنا ألاقي الحل في وقتها، ولو مثلًا عندي مذاكرة كتير أوي متراكمة، هابدأ أشوف الدروس اللي عندي بالضبط المتراكمة إيه، وأقسّمهم حاجة، حاجة على مدار كذا يوم، وأبدأ إن أنا أهدّي دماغي جدًا، وعشان أمنع إن التوتر والتشتت ده ييجي تاني في دماغي وأنا قاعدة باذاكر أو أنا قاعدة باشتغل، باجيب النوت بوك جنبي أو أي ورقة عندي أبدأ أحطها جنبي، أي حاجة تيجي في دماغي أبدأ أكتبها على طول، بحيث إن أنا أكون باقول لدماغي الحاجة دي هنعملها بس في وقتها. بدل ما أفضل سايبة الحاجة جوّه دماغي وأحس إن أنا لازم أخلّص دلوقتي على طول مذاكرة علشان لازم أقوم أعملها، فبالتالي ولا باركّز في المذاكرة ولا باركّز في الحاجة دي وقت أمّا تحصل، باضيّع وقت كتير على الفاضي. الطريقة دي كانت دايمًا بتنفع معايا لمّا أحس إن أنا فعلًا دماغي مشتتة، كنت دايمًا كل أمّا آجي أذاكر أحط ورقة جنبي أو النوت بوك بتاعتي جنبي، وأي حاجة تيجي في دماغي أقعد أكتبها على طول جنبي، بالتالي كنت باعرف أركّز كويس جدًا في المذاكرة أو الشغل أو أي حاجة أنا باعملها. لو جربتوا الطريقة دي ونفعت معاكم قولوا لي في الcomment.